ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الرقاق، صينيه رقاق كده باللحمه المفرومه تاكلوا صوابعكم ورا. تمام. اول حاجه انا جبت صينيه، جبت كده طبق فيه حبه سمنه على حبه زبده فلاحي، ومسيحتهم وحطيت كده في قلب الصينيه من تحت عشان خاطر الصينيه تطلع حمرا كده وجميله من تحت. طبعا عندي شوربه، طبعا اليومين دول بقى في لحمه والكلام ده، عندنا شوربه. جبت شوربه وبدات ان انا ابل فيها الرقاق زي ما انتم شايفين كده اهوت. حطيت تحت 4 رقاقات. في الرقاق اللي تحت اللي هو تحت اللحمه انا ما حطيتش ما بين الرقاق سمنه ولا زيت. ليه ما حطيتش سمنه ولا اي حاجه ولا مواد دهنيه؟ عشان خاطر اللحمه كده كده فيها مواد دهنيه هتنزل على الرقاق دي، ومش عايزه الرقاق بتاعي يبقى كله سمنه ومليان سمنه وزبده كده والنفس تجد منه يعني كده. بعد ما بليت الاربع رقاقات وحطيتهم، حطيت اللحمه وهرجع احط تاني 4 رقاقات عليهم. بس الرقاق اللي انا هحطه بقى فوق اللحمه ما بين كل رقاقه ورقاقه هحط طبقه سمنه او زبده بالفرشه بقى بالمعلقه عادي زي ما تحبوا. تمام اهو انا معاكم خطوه بخطوه. جربوا الطريقه بتاعتي، تحفه 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 من هنا لحد السنه الجايه. وكل اللي هيشوف الرقاق بتاعكم او هياكله هيقول لكم انتوا عاملينه ازاي من كتر ما هو حلو قوي وجميل. طبعا بعد ما عملت الاربع رقات اللي فوق هسيبها بقى شويه تضطر مع نفسها كده عشان لما اجي اقطعها تتقطع معايا بسهوله جدا. قطعتها كده اهو. ممكن قطعتها مثلثات، ممكن تقطعيها مثلثات، ممكن تقطعيها مربعات زي ما انت عايز قطعيها قطعيها. بس انا بحب اعملها مثلثات زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وبتتقطع بسهوله خالص. ليه؟ عشان انا سبتها حبه كده تهدى. لما اضطرت واتقطعت معايا بالراحه وما هدرتش معايا وما اتقطعتش معايا يعني وكده. تمام. جربوا الطريقه دي. وبعد كده هحط على الوش زبده وهحطها بقى في الفرن في الوسط في النص كده، واوطي عليها النار بالراحه. واول ما الاقيها من تحت احمرت اروح قلبها على اليمه التانية او على الوش التاني. بصوا جمال وحلاوه ما شاء الله. جربوها والله العظيم احلى صينيه رقاق هتاكلوها في حياتكم. بصوا بتتقطع معانا بسهوله جدا، ما بتكسرش، والطبقه طالعه زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا لوز اللوز، والله تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله باذن الله هتعجبكم وهتطلع معاكم قطعه رقاق ملهاش حل. اتمنى الفيديو يعجبكم واشوفكم باذن الله بفيديو جديد.